مساء الخير عليكم جميعا صديقاتي أصدقائي متابعي قناة كيمت نيوز. كلنا طبعا بندعي النهاردة إن مصر تفوز على الأرجنتين، وده طبعا مش بعيد على ربنا. ما البرازيل بجلالة قدرها طلعت على إيد النرويج، وأمريكا اللي كانوا طالعين بيها السما وبيقولوا فريق قوي جدا طلعت على إيد بلجيكا اللي تعادلنا معاها ب4-1. إحنا طبعا كلنا بندعي لمنتخبنا، ودول عربية كتير جدا معانا على فكرة. وبص الاقي صفحة حقيرة اسمها شرق النيل عاملها واحد سوداني لاجئ طفشان من أرضه وعرضه، مليانة بوستات إهانة واحتقار للمصريين والمنتخب بتاعنا. واحنا لما حد يتكلم عشان يرد يطلع أو تطلع واحدة مننا تعمل فيه بلاغ وتتهمه بالعنصرية. تعالى استعرض معاكم بعضا من الخرائف الخلاء اللي كاتبه المأسوف على عمره ده. بص يا سيدي، الحمار قد يحالفه الحظ ويشارك في سباق الخيل، لكن سيسقط حتما لا محالة، وما هي إلا مسألة وقت. أهو ده دولته عمرها ما شاركت في كأس العالم أصلا، وآخره يلعب في مناخيره وطلع يتريق على أسياده. جماهير منتخب الأرجنتين تقوم بجمع التبرعات لتوزيعها للمتسولين المصريين قبل مباراة الغد حتى لا يتم مضايقتهم في المدرجات أثناء المباراة. أقول إيه؟ لاجئ شحات بيقول على اللي بيحسنوا إليه متسولين. لا تعطيني مجرد فوز، ولكن أعطيني هزيمة قاسية تكسر قلوب أولاد فوزية وتجعلهم يصرخون. جت كسر قلبك وقلب اللي جابك يا بعيد. المهم نسيبنا من العهات دول ينهقوا براحتهم ونرجع لمنتخبنا العظيم. الكابتن حسام حسن باين عليه ناوي يجيب جلطة لإخواتنا البعد. اتعمل مؤتمر صحفي قبل المباراة مع الأرجنتين امبارح، وسألته صحفية عن موضوع رفعه العلم الفلسطيني. الصحفية دي تركية على فكرة. تعالوا نشوف قال ايه. في المباراة الأخيرة حملت راية فلسطين، هل تشاركنا مشاعرك في هذه اللحظة؟ وهل ستكررها مرة أخرى غدا إن تفوقتم على الأرجنتين؟ طبعا، ورحب بالشعب التركي كله. فكل واحد ليه مشاعر، وكل واحد إذا وجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني آدم، ما بقاش بني آدم أيا كان بقى، إذا كان الشخص ده عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة. إحنا في حالة، إحنا دايما حتى الشعوب اللي في أوروبا وفي العالم في أمريكا لو في حيوان حد قاسى عليه أو أذاه بتطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن أنت لما كل يوم يطلع بني آدمين كل بالآلافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس. احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين ورق، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء، يعني اطفال ما بيصعبش عليهم، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل ومن قله النوم من قله العيش. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش، او اي بني ادم على وجه الارض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي يبقى مش بني ادم، ما ينفعش يعيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار تحط نفسيها وتحط اولادها ان هم يوم واحد بس حتى يقعدوا في الشارع في الشمس وفي المطر وفي الساعه، يقعدوا بس كده يجربوا هيعيشوا ازاي. يعني احنا لما بيحصل سيول هنا في الجو ولا في بتاع، الناس بتتدارى وتجري، لكن السيول بتحصل في غزه وتحصل في فلسطين والناس مش لاقي حاجه تتدفى بيها ولا حد المطر ولا لاقي الشمس تروح. فانا بقول عار علينا كلنا، عار على العالم كله، مش الوطن العربي بس والافريقي، لا عار علينا كلنا، وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زيهم. احنا احنا كلنا زي بعض، لينا عينين ووش وراس وجسم يعني الناس دي عادي جدا. النهارده في 1000 و2000 3 4000 وقعوا اتضربوا في صاروخ عادي ماتوا، واحنا هنا الشعوب كلها بما فيهم اوروبا وامريكا بنبص على حاجه ثانيه، محتمل ممكن يكون الناس بيوروا لهم صوره ثانيه خالص بغض النظر عن الاديان. احنا بنتكلم لما بتتعاملوا مع الحيوانات، لما الحيوان يتاذي، لو في فيديو جه مثلا حد اذى واحد حيوان في الشارع
كلنا هيخش لازم يتسجن لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس، طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات. انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم، انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت. انا انسان قبل ما اكون هويتي ايه وديني ايه، او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. فخلاص يعني صدقوني انا متشكر. الكلام ده جاي في جناب ترامب مباشرة، بس عجبني بصراحة. شابوه يا حسام. يا جماعة احنا ليه دايما ظالمين الحكومة وبنتهمها بالفشل وتنغيص حياة المواطن المصري ورفع تكلفة معيشته كل يوم؟ ده الحكومة بتاعتنا كيوت خالص وبتحرص على راحة المواطن وتسهيل أمور حياته أكتر من اللاجئين كمان. يعني اللاجئين اللي يعتبروا أهم شيء عند الحكومة واللي هم قرة عينها، الحكومة بتهتم بيكم يا مواطنين زيهم ويمكن أكتر شوية. تخيلوا، دول ما سابوش حاجة إلا ما عملوا تسهيلات للمواطنين فيها. شوفوا مثلا المواطن المصري المحترم ده لما راح السجل المدني عشان يعمل بدل تالف للبطاقة بتاعته، عملوا معاه إيه؟ في مشكله كبيره قوي وحبيت اشارك فيها الناس. انا دلوقتي البطاقه بتاعتي تلفت، باظت، اتغسلت، اتكسرت، الكلب عضعضها باسنانه، اتنيلت ب60 نيله. المهم انا رايح اطلع مستخرج من البطاقه، واخد معايا شهاده الميلاد، معايا ما يفيد السكن، معايا صوره من بطاقه الرقم القومي، معايا صوره من المؤهل الدراسي اللي هم بياناتي اللي موجوده زي ما هي في البطاقه. انا مش طالب ان انا اغير بيانات، انا طالب اطلع مستخرج. الموظف المحترم يقول لي هات لي ضامن وبيعلي صوته عليا وبيتكلم باسلوب زي الخرا، كان انا شغال عنده، كان هو سيد من اسياد قريش واحنا عبيد عنده والزمن ده رجع تاني. يعني بيتكلم من هنا من طرف، يعني حاجه غريبه. يعني بيقول لي هات لي والدك، اخوك، ابنك، وبشرط، بص بقى تعجيز، وبشرط يكون عناوينهم نفس عنوان الضامن، لازم يكون عنوان البطاقه اللي انت او عنوان السكن اللي انت بتطلع نفس بياناته. طب انا انزل ابويا ازاي اللي هو داخل على 80 سنه عشان يجي يضمني؟ اخواتي عناوينهم مختلفه عن العنوان اللي انا فيه، ابني عنوانه على عنوان امه اللي انا منفصل عنها اساسا بقالي اكتر من 8 سنين وما ينفعش يجي يضمني. يعني انا ما فيش حد فيهم ينفع يضمني. امشي من غير بطاقه؟ امشي في الشارع من غير بطاقه؟ انا لما اموت دلوقتي ويجي حد يطلع لي شهاده وفاه، مش هيقولوا له فين البطاقه؟ مش هيطلع لي بطاقه؟ يعني وانا عايش ما اعرفش امشي بورق، وانا ميت جتتي ما تلهاش مأوى عشان ما فيش برضه بطاقه؟ ازاي؟ انهي عقل بيقول كده؟ انهي منطق بيقول كده؟ هل ده صحيح يا حكومه؟ هل ده صحيح يا مسؤولين ان في موظف زي ده يقول الكلام ده؟ حد يفيدني وحد يقول لي. الموضوع ده بقى بيحصل من فتره، بس انا لسه ما جربتوش لان معاه تجديد بطاقتي لسه ما جاش. الحكومه اتضح انها بتتعامل مع المواطنين كلهم باختلاف اعمارهم على انهم قصر، يعني ما عدوش ال 18 سنه. ده مش تعقيد يا جماعه، دي الحكومه. يعني انت لازم تعتبرها بابا وماما، وانت ابنهم الصغير اللي ما بتكبرش ابدا. مش انت مهما كبرت بتفضل عيل بالنسبه لابوك وامك؟ اهي الحكومه كده بالظبط. وبما انك عيل وقاصر يبقى لازم تجيب ولي امرك او حد يضمنك. ولو انت مقطوع من شجره بقى ومالكش حد، ابقى قابلني لو عرفت تعمل بطاقه. الحكومه دي ماشيه على نظام الحاجه وعكسها، مش عارفين اصلا منين يودي على فين. يا اما قاصدين يجيبوا المصريين كلهم جلطه، يا اما عايزين الناس تنفجر. وحتى لو الناس انفجرت بقى، الاوكتاجون موجود ومتحصن ضد اي هجوم بأعتى القنابل، وبيقولك مليانه ومكدس بكل انواع السلع عشان الطوارئ. اللي هيتهور هيتعور، يعني اخبطوا راسكم في الحيطه. احنا طبعا ما نتمناش اي حاجه من دي تحصل تاني، والا البلد هتروح مش هترجع. خصوصا ان في اشكال عايشه معانا متربصه بينا عايزين يستولوا على البلد، وبيقولوا ان دي بلدهم وان احنا مخلفات اليونان والرومان والاتراك، وان البلد دي افريقيه وسكانها الاصليين هم اصحاب البشره السوداء. بس اصحاب المعاشات بصراحه بيشكروا الرئيس على 15% الزياده اللي نزلت لهم، زي ما تكون جات لهم نجده. حتى واحده منهم كاتبه بوست بتقول فيه: شكرا يا ريس على زياده المعاشات، بصراحه محتار اعمل بالزياده ايه، لدرجه جمعت اولادي واحفادي
عشان نشوف ممكن نعمل بيهم ايه طول الشهر. لقيتهم يا دوب نص كيلو لحمة أو فرخة تقضي وجبة واحدة، وهضيف عليهم عشان أكمل وجبة غدا مثلا. بجد مش عارف أقولك إيه غير حسبي الله ونعم الوكيل. يا ستي حرام عليك، احمدي ربنا، الجود بالموجود، واعتبر الرئيس عزمكم على الغدا. بس انت برضو غلطانة انك جبتي فرخة كاملة، كانت نص فرخة كفاية. لزومها ايه الفشخرة اللي على الفاضي دي؟ انا عمال ادور على حاجة الحكومة عملتها في مصلحة المواطن المصري مش لاقي، خصوصا الكذا سنة الأخيرة دي. كل اللي بيتعمل دلوقتي هو يا إما إضرار أو إيذاء أو تطفيش للمواطن المصري. كل اللي بنشوفه يا إما زيادة أسعار كل حاجة، يا إما فرض رسوم وضرائب جديدة، يا إما إصدار قوانين جديدة تنغص على المواطن عيشته زي موضوع البطاقة ده، يا إما إغراق البلد باللاجئين من أجناس جاية من خلف أسوار الحضارة ومن الغابات والأحراش، يا إما ترك البلد في سلم من العشوائية وعدم النظام، وحاجات كتير زي ما احنا شايفين. هنخلص من القصة الأليمة دي امتى؟ مش عارفين. ده حتى في واحد أعرفه شغال موظف في شركة ومراته برضه شغالة في الحكومة، وعندهم 3 عيال. العيال كلهم بياخدوا دروس طبعا. المهم جاب السنة اللي فاتت عربية نيسان صاني جديدة بالقسط، واشتغل عليها في اندرايف عشان طبعا يكفي مصاريف البيت والعيال. فوجئ الشهر ده بانهم لغوا بطاقة التموين بتاعته. بسأله ليه؟ قال لي بيقولوا عشان انا مالك لسيارة موديل حديث. يا نهار اسود، يعني مش سايبينه في حال؟ طب ده الراجل جايب العربية قسط يا جماعة عشان يشتغل عليها عشان مش لاقي ياكل، تقوموا تلغوا له بطاقة التموين؟ يعني يبقى موت وخراب ديار. انتوا مش عارفين ان نص المصريين دلوقتي شغالين اوبر او كريم او اندرايف عشان يحاولوا يكفوا مصاريف بيوتهم؟ اللي معهوش مقدم عربية بيجيب موتوسيكل او عجلة ويشتغل دليفري او طلبات. انتوا مش بتمشوا بعربياتكم الفارهة وبتشوفوا معظم اللي راكبين موتوسيكلات وعجل لابسين الفيست الاصفر بتاع طلبات؟ ومعظمهم مؤهلات عليا على فكرة. ما هي دي بقت الشغلانة الرائجة دلوقتي للشعب المصري، لقوا جايبين لاجئين كمان ينافسونا فيها. لكن الله يا مصر مليانة من خيرات ربنا، بس مش لاقي حد بيفهم يدير.